صباح شريف على جميع. تعمل ايه يا برو لو البوليس وقفك في امريكا؟ في حالتين، لو انت معاك عربية او انت معاكش عربية. لو انت معاك عربية والبوليس وقفك، من الطبيعي ان بيبقى وراك البوليس اوفيسر بالعربية بتاعته، بيديك الارم كده، او الفلاش بتاع العربية بينور وبيقول لك اقف في اقرب مكان امن. وهنا لو انت على الفري واي بتشوف اقرب اكزيت تنزل عليه، ولو انت في اللوكال اريا ممكن تخش بلازا او شارع جانبي تقف عليه. ده الا اذا ما كانش الطلب بتاعه اللي انت امرجنسي، لازم تقف في اقرب مكان على الفري واي. هو بيواجهك بعض الشيء بالذات لما بيكون على الفري واي. في الحاله ديت امسك دركسيون العربيه بايديك الاتنين. قبليها ممكن تفتح ازاز العربيه اللي ناحيتك، ناحيه الدرايفر، وتنتظر. ما تعملش اي اكشن، لا تحط ايدك في جيبك، لا تفتح التابلو بتاع العربيه، لا تعمل اي حركات مريبه، لان هم اساسا بيبقى اول ستيب عندهم السيفتي ليهم. هم معظم البوليس اوفيسرز لما بيجي يقرب من عربيتك بيحط ايده على الكشاف اللي ورا عشان يحط بصمته، بحيث لو هو تعرض لاي خطر منك بيتم التعرف عليه هو من خلال بصمته اللي على كشاف العربيه بتاعتك من ورا. بيجي يقف يسألك على درايف لايسنس، على الانشورنس، على الريجستريشن بتاع العربية. بتبلغه ان الدرايف لايسنس معاك مثلا في جيبك، ممكن اطلعه، فبيقول لك اتفضل. بتقول له ان الريجستريشن والانشورنس موجودين في تابلو العربية، ممكن اطلعه. بيقول لك ما تعملش اي حركة الا لما تستأذنه الاول. دي واجبات عليك. هيديك تيكت، ما تفايتش معاه، ما تحاربش معاه. مكان ال 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 يعني الفايت دوت، او انت مش تتخانق، يعني تتكلم في الموضوع دوت، خلاص هيبقى قدام القاضي. ما دام هيديك تيكت خلاص يبقى قدام القاضي. انت ممكن في الاول تقول له مثلا can you give me like مثلا warning، تحذير، ممكن. لكن لو هيديك التيكت خلاص ما تفايتش معاه. هتاخد التيكت وهتروح في المحكمة تفايت عليها. طيب، من حقك لو قال لك انا عايز اديك تيكت تقول له انا عملت ايه غلط،